يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هيوصلكم فيه الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رجعنا مع بعض بوصفة حلوة جدا جدا، وصفة عايزة اقولك بجد ربنا يبارك من حلاوتها ومن جمالها. يا ريتني عملت منها 5 كيلو دقيق. 5 كيلو دقيق يا ايمن. ايوه، النهارده هنعمل مع بعضينا كحك المبروم او الكحك المفتول او الكحك الفلاحي او الكحك المدور، وزي ما انت شايفة دايب دوب معانا زي ما انت شايفة بالطريقة دي كده، وناعم جدا ربنا يبارك. هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وعايزة اقولك لو جربت طرق قبل كده كتير انسيها وجربي الطريقة الحلوة جدا جدا بتاعتنا اللي ما فيهاش اي كلكعة ولا اي تعقيد. هنعمل مع بعض النهاردة ربنا يبارك كل الكمية دي من نص كيلو دقيق. ايوه، نص كيلو دقيق. هنعمل مع بعض الكحك المبروم او الكحك المدور بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكل الكمية الحلوة دي نص كيلو دي زي ما قلت لكم في أول الفيديو. هنعمله مع بعض في فرن البوتاجاز. لو عجبك الكحك العسل بتاعنا ده، يلا بينا نشوف مع بعضنا مكوناتنا وطريقة التحضير، واللي إن شاء الله إن شاء الله مشيت ربنا مش هتبطلي تعمليه بنفس الطريقة لأنه طعمه رهيب دايب جدا وناعم. مبدئيا كده عندنا نص كيلو من الدقيق. اي دقيق انت مجرباه قبل كده وواثقه وعارفه ان هو حلو، اعتمدي على الله وجربيه واشتغلي بيه. بعد كده عندك كوبايه من الدقيق، كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هضيف عليها 3 معالق سكر كبار، وهضيف عندي هنا حوالي معلقه من مليانه من الخميره، معلقه بالظبط مليانه معلقه من الخميره الفوريه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهبدأ أدوبهم كده في المية زي ما انتم شايفين. وهنا أنا بعمل تيست للخميرة بتاعي أو بعمل لها اختبار اشوفها. لو انا طبعا عشان عارفه ان الخميره اللي عندي دي حلوه وشغاله، بس الخطوه دي مهمه جدا جدا وخصوصا في الوصفه بتاعت النهارده، ان احنا بندوب الخميره وبنركنها كده على جنب شويه لغايه ما يعني يا اما ترفع معاكي شويه، يا اما لو عملت معاكي فقاقيع كده او معنى اصح رغاوي او بقليل على وش كده، الخميره بتاعتي حلوه ربنا يبارك نشطه ونشتغل بيها على طول. طبعا انا هركنها شويه وبعدين هنشوف هنعمل عندنا ايه الخطوه التانية. زي ما قلت لك هنا انا عندي كده هنا 3 معالق من السمسم، وهنا عندي نص معلقه من المحلب. لو انت حابه تبدليه بريحه الكحك مفيش اي مشكله، بيبقى بصراحه يا جماعه بيبقى حلو جدا جدا وبيديكي ريحه وحلوه وطعم حلو المحلب لما بيتحط على الكحك بتاعنا النهارده. خلاص، بنقلب المكونات بتاعتنا بالشكل ده كده، وبعدين بنرجع مع بعض تاني نشوف بعد شويه الخميره بتاعتنا ربنا يبارك. بصوا رفعت معانا ازاي. بننزل بيها طبعا على الدقيق، بس قبل ما ننزل بيها على الدقيق هنجيب هنا عندي كوباية من خليط السمنة على زيت. عايزة اقول لكم دي سمنة نباتية من العلبة عشان لو حد صايم وعايز يحط مثلا زيت مفيش مشكلة، او عايزة تعمليها خليط مفيش مشكلة زي ما انا عملت، او ممكن تحطيها سمنة خالص مفيش اي مشكلة خالص. وهنبدأ ان احنا نبس نص كيلو الدقيق معانا بالشكل ده. صدقوني للأمانة ده نص كيلو من الدقيق. طب كام كوباية يا ايمان؟ حوالي 4 كوبايات مليانين بالظبط، وانا دايما بقول 4 كوبايات مليانين ومتعبين حلو، ده بيكون نص كيلو من الدقيق. وببدأ ابسهم بالشكل ده بس معايا حلوة. خلاص صدقوني طريقتنا سهلة جدا والوصفة سهلة خالص وبسيطة. وزي ما قلت لكم لو 10 كيلو دقيق او 5 كيلو دقيق تعمليهم ان شاء الله على طول. خلاص، في الوقت ده العجينة بتبقى محتاجة انك تبسيها حلو جدا جدا، يعني ما تسيبيش ايدك، بتبسي فيها حلو جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلاص اهو. بعد كده جبت هنا عندي كوباية المية او الخميرة اللي انا كنت عاملاها، وهبدأ اعجنها بالشكل ده. خلاص طبعا انا عارفة ان هي هتاخد معايا اكتر من كوباية مية، بس يعني الزيادة مش هيبقى كتير قوي. هقولك بالظبط للأمانة اخدت معايا مية وسوائل قد ايه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلاص اهو. هتاخدوا بالكم ان انا مش بعجنها جامد قوي عشان انا مش عايزه يطلع لها عرق، يعني مش بعجن جامد، انا بس المجرد ان انا بدخل بلم العجين في بالميه، يعني مش عايزه اعمل لها اعجنها جامد واعمل لها مطه كده ويبقى العجينه ليها عرق. خلاص طبعا هنشوف هتاخد معانا زي ما قلت لكم سوائل قد ايه. العجينه بتاعتنا دي او بتاعت الكحك ده بتشديها كده بتلاقيها بتتقطع مش بتمط يعني. فهي كده دي العجينه الحلوه. بصوا هو بالشكل ده. هاجيب عندي مثلا حوالي كده حوالي معلقتين ميه بالظبط ويمكن اقل كمان، ومش هزود ميه تاني لان كده خلاص انا استكفيت على شويه الميه اللي انا حطيتهم. خدت عندي كوبايه ميه زي قدامكم كل حاجه، كوبايه ميه وحوالي معلقتين، ومش كل دقيق زي التاني، يعني ممكن في دقيق ما ياخدش عندك الكوبايه بتاعه الميه كلها.
وهبدأ كده ان انا المهم واغطيها بالظبط حوالي من 5 ل6 دقايق، مش هطول اكتر من كده لان انا مش عايزاها تخمر، انا بس عايزاها تريح شويه عشان العجن اللي احنا عجناه ده وما تمطش معانا واثناء التشكيل ما تكشش معانا او ما تلمش معانا اثناء التشكيل. هريحها لمدة 6 دقايق وبعدين هنرجع مع بعض تاني هنشوف النتيجة بتاعتها. خلاص يلا بينا نشوف ان بعد ال6 دقايق ونرجع مع بعض تاني حبايبي. خلاص بالشكل ده اهو كده زي ما انتوا شايفين كده، سبتها 6 دقايق بالظبط، يعني زي يعني ما تسيبهاش من اكتر من 5 ل10 دقايق، ما تسيبهاش اكتر من كده، بس انا بصراحة سبتها حوالي 6 دقايق بالظبط. بس عايزة اقولك الدنيا حر، بس انا سبتها بس تريح مش تخمر. وبعد كده بدأت كده بجيب عندي بقطع صغيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وببرمها برمة رفيعة كده، وبعدين بطبقها وبجيب عندي الصواني بتاعت النهاردة بتاعتي دي مش مدهونة اي حاجة خالص، يعني ما فيهاش اي حاجة لان العجينة واخدة المادة الدهنية الكافية بتاعتها. عايزة اقولك لو عملتي 5 كيلو دقيق ربنا يبارك على الطريقة دي، سهلة جدا وبسيطة وما خدتش معانا وقت خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. بقطع كده الحتة صغيرة وببرمها بالشكل ده، بعملها زي دايرة وبرجع ألحمها أو أقفلها على بعضيها عشان ما تفكش معاكي. العجينة تحفة تحفة تجنن. ميزة ال3 معالق سكر اللي احنا ضفناهم بيديكي تسكيرة كده للعجينة او المعجنات بتاعت النهاردة او الكحكة. السمسم بقى الطعم بقى الحلو، ريحة الكحكة او المحلب برضو بيديكي طعم حلو وريحة. فاللي عندك ضيفيه، ما عندكيش خالص ما فيش اي مشكلة عادي خالص يعني. بس يا تحطي ريحة كحك يا اما تحطي المحلب اللي انا حطيته المطحون. خلاص او زي ما انتوا شايفين كده بدأت بعمل ايه، اعمليها دوائر صغيرة ورفيعة لان لسه هترفع تاني، لان احنا العجينة بتاعت النهاردة ما خمرتش ومش هتتخمر، هتستوي ان شاء الله ربنا يبارك على طول. خلاص يعني لمجرد ما بتخلصي وراكي صينيتين او 3 ولعي الفرن على طول على حسب الصينية اللي عندك، لو هتولعي تخبزي في واحدة بس يبقى تملي واحدة وتولعي الفرن وتخبزي على طول. لو انا مثلا زي الفرن عندي بيشيل صينيتين يبقى تولعي على طول بعد صينيتين او 3. هخلص الكمية بتاعتنا ربنا يبارك، عشان عايزة اقولك الجو حر وخدي بالك من التقطيع اللي انا قطعتها لمجرد ما بعبي الصينية، لان الدنيا حر جدا جدا يا جماعة، بتبقى الواحدة بقت قد كده. طعمه بصراحة كان رهيب ربنا يبارك، طعمه رهيب يا جماعة بجد. اهو بصوا ما بتاخدش معايا وقت على الرخامة وببرم على طول، ولا محتاجين نشابة ولا محتاجين دقيق ولا محتاجين زيت ولا محتاجين اي حاجة. لمجرد ما باخد العجينة على طول هي ربنا يبارك على طول ايه بتفرد معايا. خلاص اهو حتة حتة كده برومي كده واعملي زي حلقات وحاولي تظبطيهم قد بعض علشان لما تيجي تسويهم في الفرن متبقاش واحدة نية وواحدة مستوية ومتبقاش واحدة محروقة وواحدة مستوية. خلاص ربنا يبارك انا عملت 3 صواني زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وفضلت عندي حتة عجينة كمان تعمل لي صينية رابعة. ربنا يبارك لان انا مش مزنقة قوي مش معبية الصواني جامد قوي. بالنسبة للتسوية بولع الفرن على درجة حرارة 160 رف اوسط. ده ما بياخدش معاكم زي قلت لكم بجد زي عامل زي الكحك بسكر ما بياخدش وقت. بعد كده لو انت حبيتي تولعي كده الشوايه تديله شويه، طبعا انا ولعت الامانه ولعت الشوايه كده بتاع دقيقتين او 3 بالظبط بعد ما خلصت، بس يديني لون كده محمر وحلو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ربنا يبارك التسويه بتاعته تحفه حلوه جدا جدا وحاجه كده عسل. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم ونكون ضيوف خفيف على قلوبكم، واتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وان شاء الله بمشيئة ربنا تطبقوها وتطلع معاكم زي العسل. كوباية شاي كده وكوباية شاي بلبن كده حاجة عسل. اشوفكم على خير وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام. باي باي.